حكايتنا النهارده حكايه مختلفه قوي، عشان الحكايه دي في وقتها هزت كيان امريكا كلها في منطقه لويس انجلوس، والمنطقه دي معروفه بمنطقه النور والاضواء. كان في سر مظلم ما كانش حد متخيله، سفاح ماشي وسط الناس وكانه شخص عادي، وفي الوقت ده الصحافه سموه القاتل النايم. وكمان عشان هو اختفى 14 سنه بعد ما عمل الوقائع اللي عملها وجددها من اول وجديد، ورجع فجأة لسلسلة جرايمه زي ما كان بيعملها زمان. النهارده هحكي لكم حكاية واحد من افظع السفاحين في التاريخ، واسمه لوني ديفيد. بسم الله فلنبدأ. ونيجي هنا بقى لسنة 1988 لحد 1985. بدأ لوني يقتل السيدات من الأحياء الفقيرة، ومعظمهم ساعتها كانوا ضحايا مهمشين أو بيعانوا من مشاكل إدمان. جرائمه كان ساعتها عنيفة ومرعبة، وفي اللحظة دي اختفى لوني خالص. وفي الثلاث سنين اللي ما بين 1985 إلى 1988 قتل يمكن أكتر من 7 سيدات، والشرطة في الوقت ده ما كانوش عارفين مين اللي بيعمل عدة الجرائم دي، والجرائم دي كلها كانت بطريقة واحدة. وساعتها السفاح لوني ديفيد اختفى من بعد الوقائع اللي هو عملها دي أكتر من 14 سنة، وساعتها ما كانش فيه أثر ليه ولا الشرطة حتى عرفت مين اللي بيعمل الجرائم دي كلها، لحد ما رجع سنة 2002 وابتدى يعمل جرائم تاني زي زمان. بس ابتدى بقى ساعتها يقتل بطريقة أبشع من اللي كان بيقتل بيه زمان، والشرطة زمان ما كانش لاقية أي دليل تثبت مين اللي كان بيعمل المواضيع دي كلها، لحد ما يجي بقى هنا في تطور حصل في التحليل بتاع الDNA. ولما الشرطة كانت بتاخد بصمات من الجرائم اللي كان بيعملها لوني زمان حفظتها عندها، لحد ما جه تطور DNA لقوا العينات دي كانت مطابقة لحد تاني كانوا واخدين منه عينة برضك، والعينات اللي كانت مطابقة دي طلعت بتاعت ابن لوني فرانك. وابن لوني هنا بقى كان مسجل في قاعة الجرائم بتاعت لون انجلوس بسبب قضية متعلقة بالسلاح، والشرطة هنا حللت وقالت ان ده معناه ان القاتل الحقيقي غالبا واحد من قرايب الشخص اللي تطابق معاه نفس العينات. وهنا الشرطة ابتدت تعمل خطة وبدأت تراقب لوني من بعيد. ولوني هنا بقى جه في يوم دخل مطعم بيتزا يتغدى، وكان ساعتها في حد بيراقبه من الشرطة، ولما لوني خلص اكل مسك منديل مسح بيه بقه ومسح بيه ايده ورماه ساعتها في الباسكت بتاع الزبالة. وهنا الشخص اللي كان بيراقبه خد المناديل عشان خاطر يرفع منها البصمات ويشوف منها العينة، وبالفعل عمل كده وسلمها للطب الجنائي. وبالفعل كانت النتيجة متطابقة للعينات بتاعت الجرائم القديمة والجرائم الجديدة اللي هو عملها. وهنا بقى اتقبض عليه في يوليو سنة 2010، وبعد محاكمة طويلة مليانة أدلة لقوه عامل أكتر من 13 جريمة قتل، وكلهم سيدات من الطبقة الفقيرة. وهنا المحكمة بقى حكمت عليه بالإعدام. هنا بقى السؤال اللي بطرحه على المشاهدين، إن السفاح لوني عاش وسط الناس كأنه أب وأخ، وما بانش عليه أي حاجة من اللي كان بيعملها. الحقيقة اللي هو كان وحش متخفي ما بين الناس، واختفى بعد ما عمل أكتر من 9 جرائم في الأول اللي هي آخرهم سنة 1985، وقعد 14 سنة مختفي لحد ما حير الشرطة. ولما رجع في 2002 عمل أكتر من 4 جرائم تاني متشابهين بنفس الجرائم بتاعته، لكن في الآخر اتكشف. وهنا بقى اللي القصة دي بتورينا اللي الشر ممكن يستخبى في وشوش أبسط الناس اللي حواليك، بس مهما طال الشر الحقيقة لازم تبان. سلام.